يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. طبعا انتوا عارفين ان انا كنت في مصر بحضر فرح بنت اختي وقاعده عند ابني، ولازم مصمم ان هو ياخدني قوه واقتدارا ملاهي بدري لاند. ولحقنا الفسحه في الاخر، يعني على الساعه 10 كده قبل ما تقفل الملاهي بحاجه بسيطه. صمم ان هو ياخدنا ونروح الملاهي. يعني الملاهي بتقفل في الشتاء الساعه 11، وفعلا رحنا ملاهي بدري لاند. وطبعا ركبت حاجات كتير فيها، ركبت العربية وكمان ركبوني السلسلة، وهتشوفوا منظر الواحد متعلق فوق كده ساعة الركوب تبقى صعبة قوي. وانا طالعة كنت خايفة جدا، لكن بجد بجد بعد كده يعني ايه، خدت عن انا اركب السلسلة. كنت فرحانة بيها قوي، انا وابني كان بيشجعني قوي، واول مره اعملها. والعربيات فعلا كانت ركوبه جميله، يعني حسيت بمتعه وانا مع اولادي. وعلى قد ما انا كنت خايفه من مروح الملاهي، على قد ما انا كنت سعيده جدا جدا. اولا كانت هاديه لانه كنا رايحين في الاخر، وزي ما انتم شايفين السلسله دي بقى، انا كنت متعلقه فوق انا وهم. بصراحه كانت متعه. على قد ما هي دارت في الاول والواحد كان خايف وجنبي صوت، لكن بجد بجد فرحت ان انا ركبتها. وفعلا كانت فسحة حلوة، وابني فتحي صمم ان انا اركبها اول واحدة. انا كنت مفكرة بجد انها صعبة قوي، لكن هي في البداية انا بقيت خايفة ومرعوبة. لكن بعد كده لما دارت، شوفوا شايفين كانت بتطلع ازاي. على فكرة، يعني مش هقول لكم، انا كنت الاول اول ما بدأت بقيت اقول له ربنا يخليكم نزلوني، لكن بعد كده لا، يعني متعة والله، يعني بقيت فرحانة. وهنا بقى الأستاذ فتحي صمم إن أنا أركب كمان السقي. شايفين كنت متشعلقة فوق إزاي؟ لا لا لا، كانت صعبة. أقول له يا ابني عشان خاطر، يقول لي لا يا ماما. وبعدين مصمم. هنا بقى أنا كنت بتكلم بس عشان في موسيقى اضطريت إن أنا أكتم الصوت. هو كان بيقول لكم إن مدينة الملاهي في مدينة السلام، وبيقول كمان ان ماما انا غاصبها انها تيجي، بس فسحة حلوة واقتصادية يعتبر. يعني بصراحة انا اتفسحت واتمتعت ان انا كنت مع اولادي ومرات ابني ومريومة. بصوا كانت فسحة جميلة جدا. وجوجو كانت سعيدة جدا لان اخوها ركبها حاجات كتير قوي، ركبها سمكة كمان بعد دي، بعد السلسلة هي مركبتهاش، هي خافت. انا اللي ركبت السلسلة وركبت الساقية والعربيات. لكن جنى انا خفت طبعا عليها جدا جدا انها تركب السلسلة. صعبة بالنسبة لطفلة قد جنى. شايفين البيسين كان من فوق شكله حلو ازاي؟ على فكرة الحديقة دي جميلة جدا، ملاهي بدري لاند دي حلوة جدا، تجربة جميلة. وانا كنت سعيدة جدا جدا ان انا مع ابني. احلى حاجة ان الواحد كان فرحان. مش مشكلة المكان اللي انت هتروحه، برضو المشكلة الناس اللي معاك. وعلى قد ما هم يعني كانوا بيحسبوا ان انا هترعب، لكن انا ما اترعبتش. انا خفت بس اول موضوع السلسلة ده ما ركبته، لان كان كل بيخوفني منه. لكن فعلا لما جربتها ما خفتش ولا حاجة. يبقى لازم نجرب الحاجة وبعد كده نقرر ان كانت هتخوف او لا. وانا بجد كنت فرحانة جدا. فسحة حلوة أوي وملاهي جميلة، والمكان كان من فوق زي ما انتم شايفين. متعة ان انت تبقى متشعلق فوق كده في الساقية، وشايف الناس كلها تحت حواليك، او شايف المكان من تحت حواليك. وجوجو بتقول لكم باي باي. ودي بقى ركبت القطر، وكنت فرحانة انها سعيدة قوي قوي جدا. كانت فرحانة قوي قوي، ما عندكوش فكرة كانت فرحانة هي قد ايه. وبعد ما خلصت القطر كانت بتفكر بقى هتركب ايه تاني. وبعدها يعني ركبت بقى السمكة دي كانت جميلة برضو جدا.
هي ركبت حاجات كتير وكانت فرحانة بيها. وده بقى يعني الحصان برضو كان جميل بالنسبة لها، كانت فرحانة بكل لعبة بتركبها. بجد يا فتحي انا مش هقولك، يعني هو علشان مش هيعرف يجي عيد ميلادها هو قرر برضو ان هو يوديها الملاهي دي، وانها تتمتع وتتفسح ويشوف فرحتها في عينيها. وفعلا هي يعني يعتبر هي الوحيدة اخر ناس كنا في الملاهي احنا. شوفوا قد ايه السعادة كانت على وشها. وكفايه ان هي اللي كانت الوحيده اللي راكبه في الملاهي. كل الناس احنا بقول لكم احنا اخر ناس كنا في الملاهي. قلت لكم باي باي. جوجو كانت فرحانه قوي بجد بجد، يعني هي جميله، وكفايه انها بتسعد الاطفال. ومش الاطفال بس، الاطفال والكبار. اللمه الحلوه برضو بتبقى جميله، والصحبه بتبقى اجمل. يعني انا بتهيالي بعد كام سنة لما جانا تكبر وتيجي المكان ده تاني لوحدها هتفتكر الذكريات الحلوة دي جدا. طبعا فضلت هي تلف وفرحانة، فرحانة ان احنا حواليها، وفرحانة انها راحت مكان زي ده وما كانتش متوقعة. يعني هي الفسحة جت على فجأة، وكانت احلى فسحة. بجد استمتعنا جدا، وفعلا اللمة حلو. ودي بقى السمكة اللي انا بقول لكم عليها، ركبتها جنى وكانت جميلة جدا، وهي بتلف وبعدين تطلع شوية كده لفوق. هي كانت مستمتعة بيها جدا. على فكرة الأطفال اللي في سن جنى بدري لاند دي تحفة ليهم جدا جدا. معظم اللعب هناك لسن جنى بنتي، وفعلا هي استمتعت كل لعبة هناك. ومش غالية، يعني في لعب ب15 وب10، السلسلة بحاجة و30، بس جميلة بجد بجد. كل حاجة في بدري لاند دي حلو. وفي العاب هناك الاطفال بيشتروها برضو، يعني احنا رحنا في الاخر بس في امكانياتها حلو، وفي فشار وفي زلابية وفي حاجات حلوة كتير بصراحة. كفاية استمتاع الاطفال بيه. انا بجد يعني ايه، لو كنا رحنا بدري برضو شوية وكنا لحقناها من اولها، لكن احنا الفسحة عشان جت فجأة زي ما انتم شايفين كانت في الاخر، بس كانت جميلة. يا ريت تجربوا تروحوها برضو.